يحاولون ذلك لك كثيرا، ولكنهم لا يفهمون طبيعة هذا الشعب وهذا المجتمع. لا يفهمون أن مصر ليست فقط الدولة الأقدم، ولكنها المجتمع الأكثر توحدا في التاريخ. وعلى المستوى الداخلي يحاول البعض أن يبتز ويتربح من تجميد الأمور وبقائها كما هي حتى نتوه في المعاناة ولا نلتفت لأولى خطوات الإصلاح والعلاج. وإذا لم يكن ما أقوله صحيحا، هل يملك الحزب الوطني والحكومة أن يعلنوا سببا واحدا مقنعا لعدم ظهور قانون البناء الموحد لدور العبادة والمجمد في الأدراج منذ عقود وسنوات؟ في زحام المشاكل والهموم ننسى أن أهم ما كان الحزب الوطني قد وعد به قبل 5 سنوات هو هذا القانون. طبعا لم يحدث أن خرج القانون للنور ولم نعرف سببا أو مانعا، وها نحن اليوم نتابع مشكلة انفجرت في وجوهنا جميعا، مسلمين وأقباط. مرة أخرى إن ما يحدث يؤكد أمامنا جميعا أن هذا المجتمع واحد في مشكلاته ومعاناته وأزماته. لا تختلف وجوهكم في شبرا عن وجوه كنت معها بالأمس في السويس، كلها تبحث عن علاج لهمومها المتشابهة. السنة اللي فاتت المصري المسلم والمصري المسيحي وقفوا مع بعض في بلكونة واحدة كي يبحثوا ويدققوا في صور ظهورات العذراء مريم عليها السلام سيدة نساء البشر الذي كرمها الخالق الأعظم جل جلاله. كان الناظرون إلى السماء معا من بيوت ومنازل شبرا يبحثون عن الأمل بعد أن افتقدوه على أرض الواقع. وعلى أرض الواقع الممكن تقف مبادئ الوفد وبرامجه والتي تحقق أماني شعب مصر. وأود أن أتحدث عن الوحدة الوطنية. إن الوحدة الوطنية هي أعظم إنجازات ثورة 19. الوحدة الوطنية هي الوسيلة الوحيدة لأمن وسلامة واستقرار هذا الوطن. وأي إنسان يريد بمصر شر أو أي دولة أجنبية تريد بمصر الشر فليس أمامها إلا العبث بالوحدة الوطنية. وتاريخ مصر يؤكد أن مصر على مدار تاريخها كانت شعبا واحدا، ولأن الحق ما يشهد به الأعداء. أذكر مقولة اللورد كرومر اللي قعد في مصر 24 سنة وحاول يفرق بين المسلمين والمسيحيين، وهو صاحب نظرية فرق تسد. اللورد كرومر قعد 24 سنة في مصر، كتب لما خرج من مصر إيه؟ أنا لم أجد فرقا بين المسلم المصري والمسيحي المصري، غير أن الأول يذهب ليؤدي الصلاة في الكنيسة والثاني يذهب ليؤدي الصلاة في المسجد. وانا قاعد جنب اخي وصديقي الحبيب اللي انا بحبه قوي رامي لكح، قلت له انا عايزك تفرق لي بين وجوه الناس دي مين مسلم ومين مسيحي. الشبه واحد، الاصل واحد، العنصر واحد. احنا من 7000 سنة احنا مصريين.
احنا مصريين على منذ فجر التاريخ، وسنظل مصريين. وأهم ما يميز أصالة هذا الشعب أنه استقبل على أرضه وفي قلوب أبنائه الديانات السماوية الثلاث دون تفريق. شعب واحد يعبد رب واحد اسمه شعب مصر. عاش الوفد ضمير الأمة. عايز أقول لكم عاش الوفد ضمير الأمة. لا ده يوم الحد. عاش الوفد ضمير الأمة. يكسبوها يوم الحد. احنا نسمع دلوقتي. عاش الوفد ضمير الأمة. عاش الوفد ضمير الأمة. عاش الوفد ضمير الأمة. عاش الوفد ضمير الأمة. عايز اقول لكم اسمحوا لي بس، انا عايز تسمعوني لان الكلام اللي عايز اقوله كلام مهم وفي ظرف مهم وفي تاريخ مهم. عايز اقول لكم ان مفيش خطوط فاصلة بين المسجد والكنيسة، مفيش عمارات مخصصة للمسلمين وبيوت مخصصة للمسيحيين. عايز اقول لكم ان المسيحيين على مدار التاريخ الحديث قدموا تضحيات لهذا البلد شهدها الوفد وشهدتها مصر وشهدها التاريخ. عايز اقول لكم ان سنة 22 عندما حوكم سبعة من الوفديين امام محكمة عسكرية وحكم عليهم بالإعدام من أبطال ثورة 19، كان منهم 4 مسيحيين و3 مسلمين. لما سعد زغلول باشا